بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا يعني راح ندير معاكم شخشوخة الضفر القسنطينية، هذه اللي مشهورة بها قسنطينة. طلبتها مني أخت، والله نسيت، نظن هي الأخت أم عبد الحي بلاك. وراح نعتلكم هذا الروبو تاني اللي شريته من مدة قصيرة، يعني نعتلكم هو يعني ما زلت ما استعملتوش، بصح اليوم راح نعجن فيه شوية تاع تشخشوخة الضفر ونشوف إذا يعجن لي ولا لا. هو يعني شريته اختر ما عجبني، صغير ما يحكمش بلاصة يعني. شفت لي كومنتير تاع الناس يقول لك يعني صغير ويعني يخدم بيا، يعني ما كان له تشري واحد كبير وهما يخدموا نفس الشيء. يعني شريته وزدت عجبتني هذه ساكوش تاعو، فيها لي زيليمون تاعو، يعني يهز لك كل شيء، يعني ما يبقاوش كل وحده في بلاصه، يعني مع بعضهم هكا وتحطيهم في البول. يعني عجبتني هذه ساكوش تاني. هذا الفوي كما راكم تعرفوا، الفوي تاع شونتي، وتطلعي البيض تاني. وهذا اللي به يخلطوا، تخلطي المقادير. وهذا اللي باه نعجنو، يعني كي تعود بيتزا ولا هو يعني وماش تاع سميد. يعني انا برك رايحه نسيي، كما تعرفوا لهنا عندنا الغارونتي، يعني ما يحبس ولا يفسد نقدر نرجعو ولا نبدلو عادي يعني. وشنو حبيت نسي برك اذا يعجن لي ولا لا سميد. وهذه شريتها وحدها، ما شريتهاش معاه، هذه كومونديتها وحدها. لقيت الناس كامل تشكر فيها، قال لك تلم مليح وما تخلي يعني والو في البول، كل شيء تلمو وتخلطوا مليح. قال لك مليحه البيتزا ولا الحوايج هذو البريوش ولا هذو الحوايج اللي شويه خفاف، قال لك يعني تعجن لك مليح وتلم كل شيء. لهنا بسم الله راح نبدا نحط السميد. السميد تاعي يعني متوسط، احنا لهنا المتوسط يعني شويه حرش. ونحط الملح ونبلوه بالماء اكيد، وبدون ما نكتروا الماء، لانه يعني التختوخه لازم تكون شويه يابسه، العجينه تاعها ما تكونش طريه بزاف باه ما تتعبكش كي تعودي تطرحي، يعني تكون قد. لهنا وبدا يخلط لي، نشوف اذا راح يعجن لي ولا لا. راهو يعني بدا يلم العجينه وبدات تعجن. نظن راهي شويه العجينه يابسه، والروبو هذا ماش تاع العجينه اللي يابسه بزاف، بالك نحيها وندير نكمل بيدي العجين احسن. المهم هو عاوني شويه، درك نحيها ونكمل بيدي يعني احسن. درك هنا يعني نزدت شويه عجنتها بيدي. شوفوا كيف ولات، يعني راهو الدقيق داب شويه معليش، راهي يعني نظن راهي تعجنت، يعني راهي سي بون. درك يعني تعجنت مليح، نبدا نقرصها. لازم نديروهم صغار، ما لازمش نديروهم خبيزات كبار. بهذه الطريقه يعني برك بواسطه الموس تقطعيهم قطع متساويه. يعني ومن الاحسن يكون الدقيق اللي فيه العلك ويعجن هكا، باه كي تعجنيها من بعد يعني نهار تخدمي التختوخه تاعك ما تدوبلكش. ولازم تتعجن يعني مليحه، يعني التختوخه تاع الضفر لازمها العجين، سينو كي تخدميها راهي تدوب. هكذا نقرصوهم يعني هكذا، من الاحسن يكونوا متساويين. ودرك نخليوهم نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا شويه. اذا شفتي العجينه تاعك يعني زايده في الجراوه، ما كان له تحطي لها يعني البلاستيك، حطيها طول في كما يقولوها درا نظيف ولا كتانه نظيفه، وخليها اموازي تشربها شويه. انا تاعي شويه يابسه معليش حطيت لها البلاستيك. درك كما راكم تلاحظوا راني بديت يعني حليت فتحت هذه الاولى، وكما راكم تلاحظوا يعني راهي رقيقه خلاص، يعني 1 مليمتر سي بون، يعني ما تزيديش اكثر وما تخليهاش تاني خشينه، يعني هكا راهي مليحه.
كيما راكم ها يعني تشوفوا في السمك تاعها ماهيش يعني غليظه ولا خشينه بزاف. دوك نحطها فوق الدرا ولا فوق كتانه يعني نضيفها تاني، نحطهم يزيدوا يرتاحوا شويه هكذا، باه كي نجي راح نطيب نلقى شويه يعني ساجيين، ما نبقاش نستنى ولا يغلبوني في الطياب ولا يتحرقوا لي، يعني او موان سجي شويه. بنفس الطريقه نبقى نحل هكذا حتى نخلص. وهادو هما بعد ما حليت يعني هادو حليت يعني 4 ولا 5 حليت هادو. درك نبدا نحط طابونه تاعي تسخن ونحط فوقها طاجين نخليه يسخن. تكون النار دليله يعني تكون اقل من المتوسطه يعني شويه دليله. ونبدا نطيب فيهم كما يقولوها بالعقل. كي تشوفوها يعني بدات تبوط ولا قلبيها، ما تخليهاش تتنفخ بزاف ولا تبوط لك بزاف، على خاطر من بعد تولي لك مورقه وماهيش مليحه، تولي يعني خفيفه بزاف. يعني من الاحسن قبل ما تبدا تبوط بزاف نحيها، كي تبدا هذوك دير هذوك الصغار بعد نحيها. التختوخه تاني ما لازمش نطيبوها كما الكسره ولا يعني التختوخه لازم كما يقولوها تضرب فيها النار برك. يعني تنحيها ما تخليهاش هذيك الخضوريه فيها، بصح مع تبيض هكا ولا يعني دير فيها هادو البقع الصغار هادو البني تنحيها، يعني ما كان له تزيدي تخليها تيبسلك ولا تطيب مليح. يعني طيبيها بهذه الطريقه يعني ما تخليهاش يعني كما قلت لكم خضراء، وما تطيبيهاش بزاف يعني هكا تبيض برك ويديروا هذوك البقع شويه البنيه تنحيهم وتبقى هكا حتى تكملي كامل الكميه اللي عندك. بصح كي تنحي بالوحده حطيهم بعد في صرفيت وحطيهم فوق بعضاهم وغطيهم، يعني بالصرفيت هذيك غطيها غطيهم كامل حتى تخلصي خلاص. يعني ما تخليهمش يعني عريانين ولا كل وحده وحدها، لا لا تحطيهم فوق بعضاهم وتحطيهم في صرفيطه وتغلقي عليهم كما راني لهنا درتهم. يعني هاهم هكذا تحطيهم فوق بعضهم يعني وتغطي بعد ما تخليش الهواء يقيسهم باه يبقاو طريين مع السخانه صافي يبقاو طريين مع بعضاهم. راكم تشوفوا فيهم كيفاه طريه ويعني وكامل يعني يعني كما يقولوها كامل مستوى واحد في الرقه، يعني ماشي وحده ديريها خشينه وحده يعني خفيفه، يعني كامل يكونوا كيف كيف. درك نقطعهم هكذا بهذه الطريقه راكم تشوفوا فيهم كامل يعني مستوى واحد في الرقه، يعني ما كاش يعني ماهوش يعني خشان هكا. هذه تختوخه تاعنا حنا تاع قسنطينه يعني لازم تكون هكا رقيقه. درك نغلق عليهم بعد بالصرفيط ونخليهم حتى يبردوا. كي يبردوا تقريبا خلاص خلاص الساعه حطيهم في يعني حطيهم في ساشي ولا درك نبردوا لي خلاص. درك نغلق عليهم هكا في ساشي هكا باه يزيدوا يبقاو لي طريين وما يبسوليش وما تعبنيش في التشخشيخ، يعني كي نعود نشخشخ فيها ما تعبنيش. تغلقي هكا وتخليها تقعد يعني مده، ولا تحبي تشخشخي بعد دركا بعد كيما تحبي يعني ما تقدري تحطيها حتى في الثلاجه في الكونجيلاتور وتجبدي بالعقل الكميه اللي تحتاجي وتشخشخيها. يعني طريقه تاع التشخشيخ كما راكم تشوفوا يعني تجبدي شويه ما تجبدي قيس ما تحتاجي، ماشي تجبديها كامل على خاطر يتيبس كي يقيسها الهواء بزاف. وتشخشخي هكا بضفرك، على هذه سميها شخشوخة الضفر. نشخشخوها هكا لازم تكون شويه، حنا نحبوها رقيقه كل واحد كيفاه يحبها، كاين اللي يحبوها اكثر على هكا شويه، حنا نحبوها شويه هكا يعني مش كبيره بزاف.
بهذه الطريقة. يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة، وان شاء الله لكن اللي يحب يجربها ان شاء الله ينجح فيها، لانها مش يعني حاجة صعيبة بزاف. هي صح متعبة يعني في التشخشيخ كي تكملي هادوك كل، كي تعود عندك عائلة تعاونك معليش، بصح كي تعود وحدة وحدها يعني شوية صعيبة. وهذه هي حطيتها درك اللي درت ما درتهاش كل، يعني حطيتها في الثلاجة خليتها. هذا اللي درت يعني نحطو يشيح في صينية، تحطوها في بلاطو صينية تخليوها تشيح. لازم ما تهزيهاش خلاص وهي مش شيحة، تخليها يومين ولا ثلاثة، المهم على حساب السخانة ولا الهواء اللي عندك حتى تشيح خلاص. يعني صعبة تهزيها تخبيها وتجبديها وقت الاستعمال، يعني تديريها عادي. يعني لازمها تشيح ما تخبيهاش خلاص، يعني هي طريه تفسد لك. لازم تخليها كما يقولوها حتى تشيح مليح. راكم تشوفوا هكا. ان شاء الله الاخت اللي طلبت مني هذه الوصفه نكون لبيت طلبها، وان شاء الله تجربها وتنجح فيها ان شاء الله. ونتمنى نكون افدت الاخوات بهذه الطريقه، يعني طريقه تاع تشخشوخه تاع الظفر القسنطينيه. يعني واذا عجبتكم الوصفه كما العاده ما تنسوش اخواتي جيم وتعليق، تخليو لنا تعليق. وبالنسبه ايضا تحبوا تشاركوها بين الاصدقاء والاحباب تاعكم يعني، واللي يدخلوا جدد نتمنى يعملوا لي اشتراك بتفعيل الجرس. والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله، مع السلامه.